يا صباح الرضا عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الرضا صباح الفل عليكم. قمت كده الصبح بدري 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 والجو تلج، اودي سليم عشان التقييمات. مش عارفه ايه اخر التقييمات ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اما طفله في اولى ابتدائي 6 7 سنين يروح المدرسه هو اخر ناس. المهم رحت وجيت نمت شويه وبعدين صحيت لقيت الجو شمس وجميل قوي قوي كده. قلت اما اخرج الفرش بتاعي بقى كده واشرب كوبايه قهوه، لا افطر شويه حاجه بسيطه وبعدين اشرب القهوه بتاعتي ونشوف ورانا ايه. قومي يا فوزية من تحت البطانية وما تكسريش كده، قومي وقضي يومك كده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرجت الفرش بتاعي في البلكونة والجو كان شمس وتحفة، بس الشمس كانت عمالة تروح وتيجي كده مش ثابتة. فطرت حاجة كويسة كده وحاجة بسيطة وقلت اما اشرب القهوة بتاعتي في البلكونة. لقيتني كده انا ما بحبش اقف كتير في البلكونة، قمت رايحة قاعدة وضبت الترابيزة دي بتاع العيال، عليهم العصير عليهم الفطار مقرمشاتهم عليهم حاجاتهم. قلت اما ايه احب اشرب القهوه كده في مكان جنبي يكون متروق. انا بصراحه لسه ما روقتش الشقه كلها، بس احب المكان اللي هشرب فيه القهوه يكون متظبط قدامي كده. ودخلت جري على المطبخ نعمل احلى بيتزا ونشغل الفرن كده وندفي البيت بقى في الجو التلج اللي احنا فيه دوت يا ولاد. بيتزا ما بتاخدش اي وقت والله العظيم، ما خدت اي وقت، وجميله وريحتها تحفه والجبنه عليها، واقول لك اسرارها وتكتها واحنا شغالين مع بعض دلوقتي. انا بحب المايونيز على البيتزا برضه، فجبت كاتشب ومايونيز وحطيت عليها. جبت هنا شويه ميه دافيه عندي وحطيت فيهم معلقه سكر وكيس خميره فوريه. خلاص خلاص. قومي كده تشجعي من تحت البطانية، انا عارفة ان الجو تلج طبعا طبعا. بس اول ما تشغلي الفرن كده تعملي قرص، تعملي بيتزا، تعملي اي حاجة، تلاقي الشقة كلها دفيت كده من غير دفاية ومن غير اي حاجة، وتقعدي بقى تعملي لهم شاي بلبن وروقي على نفسك. وس- مش عارفة تحاسبن على مين ولا مين، يعني في حكاية التقييمات ديت اللي هي السنة اولى وتانية ابتدائي يا ولاد، ده هو سن يتعمل فيه الكلام ده، حرام عليهم والله. المهم عجنتها، ما خدتش معايا غلوة. وكنت عندي معلقة قشطة بلدي حطيتها، والله العظيم خلت العجينة طرية طراوة. ما بعدها طراوة، العجينة طرية في ايدي جدا جدا. بشوف المكان حلو ولا لا. المهم ومسحته كويس جدا عشان اعجن عليها، والاخر لا، قمت قلبة الطبق كده وعجناها في الطبق اللي هي فيه. كانت طرية جدا معايا، معلقة القشطة البلدي دي خلت العجينة طرية جدا. عندك ماشي، مش عندك حطي علبة زبادي. ما عندكيش علبة زبادي اعجنيها زي ما هي كده وسيبيها تخمر، برضه هتبقى معاكي طرية وزي الفل ان شاء الله. سبتها طبعا تخمر كده في الفرن يجي نص ساعة او ساعة الا ربع، طبعا عشان الجو ساقعة بتاخد وقت في الخميرة بتاعتها. جبت هنا عندي على البوتاجاز كان عندي صدر فرخه قطعته حتت صغيره جدا جدا، وعشان انا ولادي ما بيحبوش البصل ولا الطماطم ولا الفلفل ولا اي حاجه، وطبعا ده غلط جدا جدا، بس انا مش عارفه اخليهم ياكلوا الحاجات دي. المهم تبلتها بس بملح وفلفل وكمون وشويه توم باودر على بصل باودر، على في الاخر كده احنا بنحب الحاجه سبايسي شويه، حطيت معلقه شطه. الشطه السايله دي معلقه اللي هي اسمها ايه، هريسه شطه. وسبتها تنزل ميتها بقى وتستوي، وربع معلقه كركم كده تدي للفراخ لون حلو. وادي هريسه الشطه حطيتها وتمام على كده. التتبيله دي برضو خلت الفراخ في البيتزا طعمها حلو جدا جدا، حتى من غير بيتزا لو عملتيها في سندوتشات كده هيحبوها قوي قوي قوي، مع شويه خضار بقى. بس انا ولادي طبعا يعني مش عارفين يحبوا الخضار، والله يحبوا الفلفل بس، يحبوش البصل. طبعا هنا خمرت ما شاء الله على العجينه، طريه طراوه السنين. جبت قسمتها بقى اتنين في الصينيه. بصوا بقى، معرفش دي غلطه مني ولا ايه بقى، انا مش عارفه اظبط العجينه، ولا عشان انا الصواني عندي مش كبيره، ولا المفروض كنت عملتها 3 بيتزات. برضو العجينه طلعت تخينه معايا شويه، بس شويه بسيطه مش شويه كتير والله، مع اني انا فردتها على قد ما اقدر. شايفين حتى السمك عامل ازاي؟ بس هي خمرت او طلعت معايا شويه كده. انا بحب البيتزا رقيقه، مش مقددة ومش تخينة. فتحتها فتحات ديت ودخلتها الفرن. بصوا عشان تطلع معاكي طرية، لو بتحبيها طرية لازم تعلي الفرن وانتي بتسويها عشان ما تنشفش منك، وفي نفس الوقت الجبنة الموتزاريلا ما تنشفش منك. خلاص قسمتهم هنا في صينيتين، وهنزل عليهم دلوقتي بالصلصة بتاعت البيتزا اهو. واحط شوية بقى جبنة موتزاريلا من تحت،
طبعا الخلطه اللي فوق دي زي ما انت تحبي حطي، دي بقى على مزاجك. جبنه بس حطي، فراخ حطي مع جبنه، عايزه تعمليها خضار وجبنه بس ماشي، زي ما تحبي تحطي الخلطه اللي فوق البيتزا. دي اذواق. انا زي ما بقولت لكم كده، ولادي او خصوصا سليم يعني الكبير مستحيل ياكل بصل او طماطم في قلب الحاجه، فانا حطيت شويه جبنه وبعدين حطيت عليها الفراخ، وهحط من فوق وحبه فلفل رومي صغيرين جدا، وبعد كده هحط الايه، الجبنه الموتزاريلا من على الوش. خلاص يا ولاد، اللي وصل لحد هنا يحط لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. حطيت على الوش من فوق جبنه موتزاريلا تاني، زي ما تحبي تحطي حطي بقى. انا حطيت كترت كده في الجبنه الموتزاريلا، بس الجبنه الموتزاريلا اللي انا حطاها دي ميكس، وانا ما بحبش الميكس في البيتزات، ما بتمطش قوي زي الجبنه الموتزاريلا البيضه العاديه دي، معظمها شيدر، عشان كده البيتزات تلاقيها صفرة معاكي اهو. بس خطيره خطيره خطيره، وريحتها تحفه والله العظيم، ريحتها خيال، وطريه كده، طريه قوي قوي. انت مش حباها طريه قوي، اعجنيها بقى في صينيه اكبر اكبر من ديت. انا والله على قد ما اقدر عملتها. خلاص. ال- الجبنه عشان تبقى تشد معاكي وتكون طريه، خصوصا الجبنه بقى البيضه العاديه الموتزاريلا، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، ولا تحطيها متلجه ولا تحطيها سايحه خالص خالص، لا تبقى عاديه كده وتفرفط معاكي في درجه حراره المطبخ. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.